يا مساء الأنوار، أخيرا نتنفس السعداء بصدور حكم الإعدام بحق قتلة عبد الله الأغبري. صدور الحكم بحد ذاته أمر جيد جدا، بغض النظر عن التساؤلات، بغض النظر عن الإطروحات، بغض النظر عن المنشورات وعن الناس التي أدمنت الشكا والبكاء. مش عاجبها العجب ولا الصيام برجب، إنه لا والله أصل الموضوع كان كذا وكان لازم يحصل كذا ومدري ايش، وانه يريدون ان نعيش في مأتم على طول وفي حزن. يعني اي بصص امل يردموا، يشيل الكريك بالمجرفه ويردم، اي يعني نور في نهايه النفق يردموا، اي هذا بصص امل رائع، تحرك عظيم. يعني اول حاجه الراي هو انتصار للراي العام الذي جعلهم يقبضون على القتلة بزمن قياسي، تحقيقات النيابه بزمن قياسي، ايضا المحاكمه تمت بزمن قياسي جدا نظرا وحجم الجريمة التي كانت ستأخذ سنوات في دهاليز القضاء والنيابة والقضاء وما إلى ذلك. هذا أمر جيد يثبت أن الرأي العام إذا ما تفاعل في قضية فإنه يحركها ليصل بها إلى الهدف المنشود. أنه لا، بعض الناس يقول والله ذا الجماعة مجرد كبش فداء وأنهم يشتغلوا لدى جهات أخرى، وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه وعن مثل هذه الشكوك الذي طرحناها جميعا، إلا أنه برضو بيكونوا عبرة لكل من يجعل من نفسه وسيلة للآخرين لتحقيق غايات الآخرين. إنه في النهاية بيقصوا راسك أنت والكبر بيسلموا. برضو إعدامهم يعتبر انتصار. المفروض الآن جميعا أن نعمل إيش؟ إنه نشتي موعد القصاص متى، ونشتي ينفذ بميدان ال70 أمام الناس، وحتى تنتهي هذه القضية للأبد. تفاءلوا بكل عمل جيد، واشكروا كل تحرك مسؤول جيد. إنه نحن نعلم انه بالناشد في قضايا قتل، تحدثنا في قضايا قتل في تعز، في قضايا قتل مدري ايش، ما قالوش حتى ولا كأن الموضوع يعنيهم ولا فارق معهم. انه تجد من يتفاعل مع الرأي العام ويتفاعل مع مطالب المجتمع ويتحرك. انه نحن نعيش جميعا، نعلم اننا نعيش في ظل غياب الدولة، وبالتالي هذا جميل. انه عاد القاتل بيمسكوا بيقتلوا، جميل انه عاد هذا امر جيد انه نعيش في هامش الدولة حتى يفرجها الله من عنده. انه يجب ان نفرق وان لا نسمح بالامور اللي تنزلق الى ان نحن نصل الى مرحلة يعني الغابة، القوي ياكل الضعيف والغني ياكل الفقير لا، انه هذه نجب ان نشيد بكل من لا زال يتشبث بعباءة الدولة، بكل من لا زال يتشبث بتنفيذ القانون والدستور، لأنه يجعل الحياة مستمرة ويجعل بصيص الأمل موجود ويجعل حتى تعود الدولة بإذن الله. تحية للقاضي الذي أصدر هذا الحكم، تحية للنيابة التي أجرت التحقيقات وأنهتها بشكل سريع جدا، تحية لكل فرد، لكل متظاهر، لكل مفسبك، لكل من نشر وتحدث في هذا الموضوع. نريد أن تتفاعلوا مع جميع قضايا المجتمع بهذه الطريقة، وهذا هو الحل الأمثل والأنسب لمكافحة الجريمة في ظل الوضع الذي نعيشه بغياب الأمن وغياب الدولة. في أمان الله.